يقول هذا الشاب: دخلت إلى غرفتي واستلقيت على فراشي ونمت، فجاءت زوجتي وأيقظتني، ففتحت عيناي وقلت لها: ماذا تريدين؟ فكانت المفاجأة لم تسمع كلامي. ماذا تريدين يا امرأة؟ لم تسمع كلامي. أعادت إيقاظي مرارا وأنا أقول لها: ماذا تريدين؟ فكانت لا تسمع كلامي. وإذا بها تذهب خائفة لتخبر إخوتي، فجاءوا وجاء معهم الطبيب، فكشف علي الطبيب فقلت له: يا دكتور ماذا تريد؟ أيضا كانت المفاجأة، لم يسمع كلامي. ثم سمعته يقول: توفي أخوكم، توفي أخوكم. فصرخت وقلت: يا دكتور أنا حي، لم أمت، يا إخوتي يا زوجتي أنا حي، ولكنهم لا يسمعون كلامي. فبدأوا يبكون، ثم سمعتهم يقولون: عجلوا بالجنازة، عجلوا بالجنازة. فجردوني من ثيابي ووضعوني على المغسلة، ثم غسلوني، ثم وضعوني في الكفن. فصرخت وقلت لهم: لا تغلقوا الكفن، أنا حي لم أمت، ولكنهم لا يسمعون كلامي. ثم وضعوني في التابوت وحملوني إلى المسجد، فسمعتهم يصلون علي، ثم حملوني إلى المقبرة، فأخرجوني من التابوت وأنزلوني إلى القبر. فقلت للذي يضعني في القبر، قلت له: يا أخي أنا حي، أنا حي لم أمت، ولكنه لا يسمع كلامي. فأغلق علي القبر وساد الظلام في المكان، ثم سمعت قرع نعالهم وهم يولون، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع خفق نعالهم. لما يتركون الميت في القبر يسمع خفق نعالهم ويبقى